حقائق. فقط قبل أقل من 100 عام هي الفاصل لا غير، 100 عام فقط. أجدادنا في نجد كانوا يتضورون جوعا ويغتربون طلبا للرزق في مصر والشام والعراق. هناك يعيش أهلها الترف والنعمة والشبع، وكانوا يتفاخرون بالموائد تماما كما نفعل نحن الآن. كان العراقيون يقولون مع ماء الفرات ونخله وتمره: من أين سيأتي الجوع؟ وكان أهل الشام يتفاخرون بأصناف الطعام ولا يأكلون البائت منه، وكان عقلاؤهم يحذرونهم من مغبة الترف في ذاك الحين. كم قاس أجدادنا من الجوع والحاجة والضيق. الجوع كانوا يخرجون ليبحثوا عن تمرة، فهل علمت أجيال هذا العصر بشيء من المعاناة؟ هل صارت النعمة التي تحيط بنا ستارا يمنعنا أن نتذكر أحوال قوم ليسوا عنا ببعيد لا يجد الواحد منهم لقمة عيش؟ الجوع، وهي سنة الجوع مورخة سنة جوع اسمها سنة الجوع. الفطيسة إذا طاحت على طول تلقى كل من قضمش نكلوها كالحين. وانا ذوقت الجوع وقت الفطيس، والناس بالليل يأكلون يومين 3 ما ذكر. شرينا اللحمانة لما ضحية ولا سألنا بعير جاء وجع مات وجع وذبحوه تشارك. وأين جوع عظيم، هذا جوع أمور من أول ما نتوسط أبدا. من الحين والله الذي في نعمة الإسلام، والله اللي الله هذه يصلي الليل وقت والنهار وقت إنه ما يلحق يجا ربي على. هي سنة الجوع معروف. يقول والله يا محمد إننا نتسابق على الفطيسة، حنا نروح بعيد العيش. يقول ولا منا شفنا تقرمون الفطيسة والله إننا نتسابق عليها ونبرس عنده، اللي ينهب منها اللي ينهب ونحرجه ونذهب، وإننا نروح ناخذ عن أهلنا شهر ما معنى إلا جراد مطحون، صغيرات جراد مطحون إلى منا هذا لهمناه وشربنا ماء. وتجري علينا وعليهم الآن سنن الله التي لا تحابي أحدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وخلال أقل من 100 سنة تنقلب الصورة رأسا على عقب، ليعيش أهل نجد الترف المنعم الذي أنساهم ما كان منهم بالعهد القريب، حتى أصبحنا نمد الموائد ولا نأكلها، وأشكال من الطعام لا نعرف حتى أسماءها، نأكل ربعها ونرمي الباقي، نمدها على ألحان الموسيقى، ومن يتورع منا يجعلها على ألحان الشيلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن ها هم عقلاؤنا يحذرون ولا مجيب، ودائرة الحرب تضيق علينا حتى تكاد أن تخنقنا، فالشام من فوقنا، وفي العراق بجانبنا، وفي اليمن من تحتنا جوع وتشرد وفقر وحرب وألم، وهذه سنة الله في كونه. قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن السنن الكونية قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن النعم تستجلب بشكرها، وتطرد وتمحى وتزول بكفرها. إلى متى نتأثر بمثل هذه الرسائل؟ متى ننقلها واقعا مطبقا نشكر فيه ولا نكفر؟ نعوذ بالله من كفر النعم
ونعوذ بالله من الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.